ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة معوس معلومات. هنكمل النهاردة سلسلة الحلقات بتاعتنا واللي هي بعنوان عالم الحيوان. طبعا اغلبنا عارفين فيلم سمكة القرش المشهور اللي كان اسمه جو، واللي تم اصداره لاول مرة سنة 1975، وكان من اخراج المخرج المشهور ستيفن سبيلبرج، وقدر ان هو يحقق نجاح كبير جدا في الفترة دي، واتعملت منه اجزاء كتير بعد كده. لكن كان في مشهد معين تم تصنيفه كأجمل المشاهد في الفيلم ده، واللي كان متمثل في خطبة لشخصية كوينت، وده كان واحد من أبطال الفيلم الأساسيين، واللي اتكلم فيها عن المذبحة الشنيعة اللي حصلت لطاقم السفينة المشهور اللي كان تابع لمدينة إنديان أبوليس في الولايات المتحدة الأمريكية على إيد مجموعة من أسماك القرش المتوحشة. وفي الحلقة بتاعتنا النهاردة هنتكلم بالتفصيل عن أخطر هجوم لأسماك القرش في تاريخ البشرية كلها. بس يا ريت لو سمحتم قبل ما نبدأ تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والمأساة دي بدأت في يوم 26 من شهر يوليو سنة 1945، لما الولايات المتحدة قامت بإرسال مكونات أول جهاز ذري لجزيرة تينيا، وتم بعد كده تجميع الأجزاء دي لتكوين القنبلة الذرية المشهورة واللي كان اسمها ذا ليتل بوي. وفعلا بعد أيام قليلة القنبلة دي تم إلقائها على مدينة هيروشيما اليابانية، وقدرت وقتها إن هي تصفي حوالي 80,000 شخص تقريبا من سكان اليابان. وبعد نجاح المهمة دي تم إرسال سفينة إنديان أبوليس علشان تنضم للقوات الأمريكية في الفلبين، وده طبعا بهدف مساعدتهم في الاستعداد لغزو الأماكن الرئيسية اللي كانت موجودة في اليابان. لكن يوم 30 من نفس الشهر أثناء إبحار السفينة دي بعد نص الليل تقريبا، فجأة قامت غواصة يابانية بإطلاق توربيدات جنب الإنديان أبوليس، وده أدى إلى تفجيرها وتدمير معظمها. والانفجارات دي كمان قسمت السفينة العملاقة دي لنصين، وفي ظرف 12 دقيقة بالظبط كانت الإنديان أبوليس غرقت بالكامل في المحيط، وكان لسه في حوالي 300 شخص تقريبا كانوا محبوسين جواها لما انهارت. وبالمناسبة كل الأشخاص دول محدش سمع عنهم أي حاجة من وقت الحادث الشنيع ده لغاية النهاردة. بس في نفس الوقت ده كان في حوالي ما يقارب 900 شخص تقريبا قدروا إن هم يهربوا من الإنديان أبوليس، بس طبعا نتيجة برضه الفوضى اللي حصلت كان أغلبهم متصابين، والبعض منهم كان عنده جروح أو عظام مكسورة، وكان في كمان نقص كبير في المعدات وبدل النجاة اللي هم كانوا محتاجينها علشان تساعدهم إن هم يفضلوا عايمين على سطح المية. وبالمناسبة في خلال ال 12 دقيقة اللي السفينة غرقت فيهم، أفراد الطاقم بتاعها قاموا بإرسال إشارات استغاثة كتيرة للولايات المتحدة، لكن كل الإشارات دي محدش اهتم بيها واعتبروها مجرد خدعة الهدف منها هو جذب قوارب النجاة الأمريكية لكمين أو لفخ معين من تحضير اليابان. وحتى لما الإنديان أبوليس ما وصلتش في الوقت اللي كان محدد ليها، ما تمش حتى إرسال أي فرق للبحث عنها أو حتى عن اللي نجوا منها. وفي الحقيقة كمان ما تمش أخذ أي إجراء خالص بخصوص الحادث الغامض ده. ومع شروق الشمس كان الدم انتشر تقريبا في جزء كبير جدا من المية، وده أدى للأسف إلى جذب عدد كبير جدا من أسماك القرش الأبيض، وده النوع اللي كان بيعتبر أكتر عدوانية من ضمن كل الأسماك التانية اللي كانت عايشة في المحيط ده. وطبعا الأشخاص اللي نجوا من الحادث لما لاحظوا وجود الأسماك دي حاولوا إنهم يفضلوا مع بعض في مجموعات، لكن على الرغم من شدة وقوة تعاونهم إلا إن برضه في النهاية الطيار كان بيفصل واحد عن بقية الفئات التانية، وبمجرد ما ده كان بيحصل أسماك القرش كانت بتيجي وبتنقض عليه وبتقوم بافتراسه وبتجره بعد كده لأعماق المحيط. ومع كل هجوم كمان كانت كمية الدم بتزيد في المية، وده برضه كان بيزود شهوة الدم عند الأسماك دي. والبحارة كمان بتقول إن هما كانوا بيحاولوا يعزلوا نفسهم عن أي شخص كان متصاب بجرح مفتوح، ولما حد كان بيموت كانوا بيدفعوا الجثة بتاعته بعيد عنهم على أمل إن هما ينجوا من فكوك الأسماك المفترسة دي. لكن الأسلوب ده في الحقيقة أدى إلى إحساس الأشخاص دول بالأمان الزائف بس، لأن بعد وقت قصير جدا كان القرش انتهى من أكل كل الجثث، وبدأ بعد كده يتجه للبشر اللي كانوا لسه مازالوا أحياء، وفعلا قدر برضه إن هو يقتل عدد كبير منهم. والمجزرة دي استمرت تقريبا لمدة 4 أو 5 أيام متواصلين، وفي ناس أصلا ماتت من شدة العطش، والبعض شرب كميات كبيرة من المية المالحة فاتصاب بالجنون وبالهلوسة،
وفي ناس كتير اتصابت بالشلل من شدة الخوف أساسا. لكن في اليوم الرابع الساعة 11 الصبح تقريبا تم رصد الأشخاص الناجين دول عن طريق الخطأ من قبل الملازم ويلبر سي، وده كان أثناء قيادته المركبة جوية في دورة روتينية ليه، فقام على طول بإرسال اتصالات عن طريق الجهاز اللاسلكي للحصول على المساعدة. وفعلا في غضون ساعات قليلة وصلت طيارة مائية تانية واللي كان بيقودها الملازم إدريان ماركوس، لكنه استخدم الطيارة دي لمساعدة بس البحارة الوحيدين اللي كانوا أكتر عرضة لخطر الأكل على إيد أسماك القرش. وماركوس قدر إن هو ينقذ حوالي 56 شخص في اليوم ده. وبعد المدة الطويلة دي جه الفرج الحمد لله في الآخر، وعلى الرغم إن ما كانش في مكان كفاية لكل الناس على متن الطيارة بتاعت ماركوس، إلا إن في عدد كبير من السفن وصل بعد كده زي سفينة باست ورينجس وجستر ودوفيو وسي جي دول، وتم إنقاذ حوالي 317 واحد بس من أصل 879 فرد. وده طبعا يعتبر رقم محبط جدا، خصوصا إن الطاقم الأصلي كان بيتكون من 1196 شخص بالظبط. واتصاب كل فرد في البحرية بالصدمة والغضب لكل اللي حصل لطاقم الانديان أبوليس، ومع ذلك فهم كان لسه برضه مازال عندهم مهمة رسمية وهي تسليم أجزاء القنبلة الذرية، وبالتالي محدش كان عنده مطلق الحرية في إن هو يقول للعالم كله إيه اللي حصل بالظبط في الأيام دي. وحكومة الولايات المتحدة كمان فضلت محافظة على الحادث ده كسر عندها لمدة أسبوعين كاملين. وفي خلال الوقت ده كان تم تفجير مدينة هيروشيما ومدينة ناجازاكي كمان، وده باستخدام القنبلة الذرية اللي تم توصيلها بمساعدة الانديان أبوليس. وفي يوم 15 أغسطس من نفس السنة برضه الولايات المتحدة قامت أخيرا بإذاعة الأخبار على الحادثة اللي حصلت للسفينة دي، وبالمناسبة ده كان في نفس اليوم اللي اليابان أعلنت فيه استسلامها، وده طبعا علشان يضمنوا إن خبر الانتصار بتاعهم هيغطي على الأحداث اللي حصلت للطاقم بتاع السفينة. لكن بعد عدة شهور من الكارثة دي الكابتن بتاع الانديان أبوليس واللي كان اسمه تشارلز ميكفي لقى نفسه فجأة اتقدم للمحاكمة العسكرية، وده كان بحجة ان هو فشل في تحريك السفينة في مسار تاني متعرج واللي كان يقدر من خلاله ان هو يحميها من اي غواصات يابانية متجهة ناحيتها. وبالمناسبة في ناس كتير بتقول ان ده كان القبطان الوحيد اللي تم محاكمته عسكريا لفقدانه السفينة بتاعته خلال الحرب العالمية التانية دي كلها. بس الكونجرس في الاخر قرر ان التهمة دي كانت مزيفة، وقام سنة 2000 تقريبا بإزالة اسمه من ارتكاب أي مخالفة. بس ده للأسف كان بعد فوات الأوان، لأن ماكفي كان قرر إن هو ينتحر سنة 1968 أساسا. وفي النهاية كل التقارير والأبحاث لقت إن من المستحيل مقارنة أي مذبحة بشرية حصلت على مدار التاريخ كله بالمذبحة والمجزرة الكابوسية اللي حصلت لسفينة اليو اس اس انديان أبوليس. فالكمية الهائلة من أسماك القرش والوقت القصير اللي قدرت فيه إن هي تقتل عدد كبير جدا من البشر واللي تم تقديره بحوالي 150 شخص تقريبا خلى الحادث ده مميت على نطاق مش مرجح أبدا إن ممكن حد يشوفه مرة تانية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، وأتمنى إن هي تكون عجبتكم، واستنوني إن شاء الله في حلقة جديدة من سلسلة حلقات عالم الحيوان، وأشوفكم على خير إن شاء الله.